ده فندق يوتيوبيا بورسعيد. النهارده نشوف فندق يوتيوبيا عشان اللي عايز يجي بورسعيد يعمل شوبينج ويتفرج ويشتري حاجات ومن علوش البازار وكده. فده فندق يوتيوبيا. احنا لسه داخلين من الباب اهو. اول حاجه بتخش بتلاقي الدولاب، نفتح الدولاب. ده الدولاب، وطبعا دي الهدوم اهو. ده الدولاب والهدوم ماشي. اول على ايدك اليمين كده تلاقي الشمال، دي الشمال. بعد كده بتلاقي الحمام، ده الحمام ودعاء دخول الحمام كمان. المكان حلو قوي اهو. الحمام وفي سخان ومرايه والحمام والدش حلو قوي والسخان حلو قوي. وبيديني هنا صابون وشامبو وميه ومناديل. وانا بحب فكره على فكره المساحه اللي بتبقى في الحمام دي، عشان المساحه دي احنا بنمسح بيها الحمام بدل ما الدنيا بتتدهول، فانا بحبها يعني. فالحمام حلو قوي كويس جدا وفي سخان. بعد كده بنخش على الاوضه بنجيب، وده الباب من بره. الباب اهو في قائمة اسعار اللي عايز يطلب مشروبات، وعندهم مطبخ وعندهم فطار وعندهم كل الحاجات اللي انتوا عايزينها. وممكن دي حاجات حاطينها لك عشان تعملها، اللي هو شاطئ بورسعيد وركوب المعديه والممشى والحاجات اللي تعملها في بورسعيد. بعد كده بتلاقي مرايه وتلاجة والسريرين وتكييف، والتكييف حلو جدا. وفي بلكونه هنشوفها دلوقتي، ودي المرايه، شكل المرايه حلو قوي برده، بتشوف نفسك فيها كده قبل ما تنزل. هنا في بيبقى كاتل غلايه. وطبعا ده اكيد ده مش لوتس، هما مديهاني يعني، ده لوتس مش معقوله هما مديهاني، ده جايبها من علوش. طبعا تدخل جنبك هنا قريب منك جدا علوش، بتروح بقى بضع زي ما انت عايز. بيديك هنا شاي وضيافه، حاجه اسمها ضيافه، بتبقى في ازازه ميه بس انا شربتها. بيبقى فيها شاي، ومش بس شاي يعني، فيها بيبقى هنا فيه نعناع وشاي اخضر وكركديه وسكر ابيض وسكر بني، يعني بيبقى موجود كل اللي انت تتمناه، مكتوب كلمه حتى الضيافه هي موجوده. وكمان مروحه مع التكييف، يعني انت مش معاك تكييف بس حضرتك، لا 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 لا، انت معاك تكييف ومروحه. والسريرين والمراتب تحفه. طبعا مش هتكلم عن المراتب عشان المراتب حلوه جدا، عشان دي حاجه دايما بتلاقيها في الفنادق، لازم المراتب ما تبقاش حلوه. وانا طبعا انا بفرش ملايتي عشان انا بحب ان ساعه الكوفيد والحاجات دي لازم افرش ملايتي. الاباجوره، وفي شباك اهو بيطلع على بره، وفي سلك عشان مفيش حاجه تخش ولا دبان ولا حاجه. وفي اباجوره وفي دراج وبيدوق ازاز ميه زي ما قلت، والسريرين حلو جدا. وبعد كده في بلكونه، نفتح البلكونه. دي البلكونه اهي. البلكونه هي طبعا بتطل على الشارع من جوه بس مش مهم يعني. ادي البلكونه مفروشه طبعا من تحت اهي، اللي هي السجاده اللي بتبقى خضرا دي، كانك قاعد في زرع يعني. البلكونه اهي، وفي كراسي، بيبقى في كراسي وترابيزه بس انا دخلتهم جوه يعني. وده الشارع من هنا اهو. تحت طبعا احنا عارفين السوق، الحاجات اللي بتشتريها والحاجات كلها، احنا جايين عشان نعمل شوبنج معروفه يعني. والمعديه جنبك في ظهرك على طول دقيقه. وبالنسبه للثمن، طبعا انا قعدت اروي 9 ساعات وما قلتش الثمن الليله ب 800 جنيه بس. هو بيعمل عروض حلوه جدا، بيديك ليله وعليها ليله، فكانك دافع 400 جنيه بس في اليوم. ومفيش طبعا، ده تعالى هنا ابقى قابلني لو لقيت سعر كويس زي كده. مفيش، كل الفنادق اللي بتبقى سعرها حلو بتبقى اللي سعرها وحش طبعا، ولا 350 جنيه بتبقى وحشه. لكن هو بيعمل اسعار، وخشوا في صفحته في فيسبوك هتلاقوا فيه عروض ليله وعليها ليله، وفي ليلتين وعليها ليله. بيعمل دايما عروض، حتى واحنا في الصيف اهو في عروض كتيره جدا وبتلاقيها. والليله ب 400 ب 800 جنيه وبتاخد ليله وعليها ليله. وده فندق جميل جدا وحلو جدا، وانا بنصحه لاي حد عايز يجي يقضي ليله بورسعيد ويجيب شوبنج بقى ويدعي لي من علوش والبازار ومحمود الفار وكله. بس